بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. خوتي خواتاتي، ان شاء الله تكون الاحوال طيبة وعلى احسن ما يرام، ويلقاكم هذا الفيديو في اتم الصحة والعافية يا رب. فيديو جديد ووصفة جديدة كما العادة. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم جوج كيكات من خليط واحد بمذاقات مختلفة واشكال مختلفة. ما نطولش عليكم في المقدمة، ندوزو لطريقة التحضير على بركة الله. بسم الله. في إناء وضعت رشة ملح لتصحيح الذوق فقط. ضفت عليهم 8 ديال الحبات ديال البيض اللي يكونوا بدرجة الحرارة المطبخ. غنضيف عليهم جوج كيسان ديال السكر بقياس كاس العنبة، وجوج اكياس ديال الفاني بنكهة الفاني من فئة 7.5 غرام اي 15 غرام. غنطرب البيض مع السكر مزيان مزيان غير بالطراب اليدوي كيف ما شفتوا معايا، وغنضيف عليهم جوج علب بنكهة الفاني. اللي يمكن لكم تعوضوه باي نكهه، يمكن لكم تعوضوه بالحامض ولا اي نكهه بغيتوها، اي ياغورت ولا اي نكهه ديال الياغورت ضيفوها. من بعد ما ضفت الياغورت ديال الفاني كيف ما شفتوا معايا، غنطرب الكل جيدا، وغنضيف كأس وربع ديال الزيت النباتيه دائما بقياس كاس العنبه. وكيف ما شفتوا معايا انا استعملت هنا غير الطراب اليدوي. تعمدت انني استعمل الطراب اليدوي باش السيدات اللي ما تيتوفروش على الطراب الكهربائي يستعملوا غير الطراب اليدوي بحالي، ويمكن لكم تستعملوا الطراب الكهربائي اذا بغيتوا. وغنضيف من بعد ما ضفت الزيت غنضيف كأس الا ربع ديال الحليب اللي يمكن لكم تعوضوه بالماء، يعني غير الماء العادي. وغنضيف اخر حاجه جوج معالق صغار ديال الخل تيعطي الكيك ديالنا واحد القوام اللي خفيف ورطب، تيجي زوين بزاف بزاف. وغندوز مباشره باش نضيف الدقيق. كيف ما تشوفوا معايا الدقيق غنضيفو تدريجيا. ضفت جوج كيسان ديال الدقيق في الاول دائما بقياس كاس العنبه اللي غنغربل ضروري. وغنحاول انني باش ندخل الدقيق في الخليط ديالي بهذا الشكل. كيف ما شفتوا معايا بالنسبه للدقيق انا خدات معايا هاد القياس اللي عطيتكم، خدا معايا 3 ديال الكيسان ونص ديال الدقيق. وغنضيف الكاس الثالث كيف ما شفتوا، وغندوز باش نضيف الخمارات الحلويات. ضفت هنا 6 ديال الاكياس ديال الخمارات الحلويات من فئه 8 غرام. كيف ما شفتوا معايا اللي غنغربلهم ضروري. وغنطرب الخليط ديالي مزيان مزيان. كيف ما شفتوا معايا هنا كان الخليط مازال شويه خفيف، ضفت نص كاس ديال الدقيق، وهذا تيكون هو القوام ولا القوام ديال الخليط ديالي. كيف ما شفتوا معايا ماشي ثقيل وماشي خفيف. وغنقسم الخليط ديالي على جوج كيف ما شفتوا. الخليط الاول غنكهو بالفيرميسيل الاسود اولا الحبيبات ولا شعريه ديال الشكلاط، كل واحد وكيفاش يسميهم. خديت هنا جوج ديال ليمون، عندي المول العجيب والمول العادي كيف ما شفتوا معايا. هنا ضفت هذاك درت هذاك الخليط اللي نكهته بالفيرميسيل، درته في المول العجيب. وغندوز باش نقسم عاوتاني الخليط اللي قسمت الخليط الاول والثاني. الخليط الثاني غنقسمه على جوج كيف ما شفتوا معايا، اللي ضفت له واحد معلقه كبيره ديال الكاكاو اللي غربلتها. هنا غنضيف الخليط ديالي اللي خليته بالفاني العادي، وغنضيف عليه الخليط اللي ضفت عليه الكاكاو. ما تديوش عليا خوتي شويه عيانه داكشي علاش تتلف لي الهضره، غير قبلوه ليا وصافي. كيف ما شفتوا معايا هنا خديت واحد الكيردون ولا واحد العاود ولا اللي بغيتو نتوما، ولا فورشيط ولا اللي كان عندكم. ودرت حاولت انني ندير هذا الشكل فقط. وهنا خديت القليل من الزبيب وشويه ديال الكركاع، يمكن لكم ديروا زبيب الكركاع الاكاجو المكسرات اللي بغيتو نتوما. هنا من بعد ما ساليت الكيكات ديالي غندخلهم الفرن على درجه الحراره اللي نكون سخنته من قبل، على درجه الحراره 180 درجه، غير من الاسفل حتى تطيب على خاطره. هنا من بعد ما طابت لي الكيكه الاولى غندخل الكيكه الثانيه. كما شفتوا معايا الفرن مسخن على درجه الحراره 180 درجه غير من الاسفل. وغندخل الكيكه الثانيه طيب من بعد ما طابت لي الكيكه الاولى. هنا غندخل الكيكه الثانيه كيف ما قلت لكم، وغندوز نكملوا الكيكه الاولى. كيف ما شفتوا معايا القوام ديالها كيفاش يجي رطب وخفيف وبنينه الصراحه بزاف بزاف. هذيك الفيرميسيل الاسود تعطيها واحد الشكل اللي زوين بزاف. هنا غندوز باش نحضر معكم الحشوه ولا اللي غنديروها
في الكيكه ديال المول العجيب. غنحضر معكم الكريم باتيسير. هنا خديت نص سيترو ديال الحليب، ضفت عليه واحد الكيس ديال الفاني، غنضيف عليه 3 المعالق كبار ديال السكر و3 المعالق كبار ديال الكريم باتيسير كيف ما شفتوا معايا. بالنسبه للكريم باتيسير يمكن لكم تعوضوه بالنشا وتضيفوا عليه واحد من بعد ما يعقد لكم الخليط ديالكم غتضيفوا عليه شي ياغورت بالنكهه اللي بغيتو نتوما. وبالنسبه للكريم باتيسير يمكن لكم تشريوه غير من عند العشاب ولا اللي تيبيع المستلزمات الحلويات، تشريوه تيكون غير بالعبار. هنا من بعد كيف ما شفتوا معايا، من بعد ما درت الحليب والكريم باتيسير والسكر والفاني غنديرهم فوق النار اللي مهيله ونطربهم مزيان، يعني نطرب مزيان ما نحيدش يديهم فوق النار باش ما يتقعرليش الخليط ديالي ويتحرق. من بعد تيرجع على هذا الشكل هذا تيتقال كيف ما شفتوا معايا. غنخويه مباشره في الكيك ديالي في الوسط باش يلصق، ومن الاحسن حتى يطيب لكم الكيكه عاد تحضروا الكريم باتيسير. هنا خديت واحد سباتولا اللي صغيره وبديت نقادد بها السطح ديال الكريمه ديالي، وبديت تنضرب الصحن ديالي على الرخامه كيف ما شفتوا معايا باش يتقعر الشكل ديالها، باش تقعر ويعطينا الشكل اللي زوين. هنا غندوز مباشره باش نزين معاكم الكيكه ديالي. هنا خديت واحد 2 بنانات اللي قطعتهم بهذا الشكل هذا، ودرت عليهم رشه ديال الحامض كيف ما عارفين، حيت البنان دغيا تيولي كحل وانا تيتاكسد، وانا درت له الخل باش ما يتاكسدش، الخل ديال الليمون، ولا تعصروا عليه عصير حامضه. هنا من بعد ما زينتها كيف ما شفتوا معايا درت واحد الحبه ديال الكيوي ودورت عليها الفواكه المعسله، هذاك الحب الملوك اللي تيكون معسل بهذا الشكل هذا. وهذا تيكون هو الشكل النهائي ديال الكيك اللي حضرت معكم. الكيكه اللي حضرت معكم العاديه بنكهه ديال الشكلاط، زينتها بخطوط ديال الشكلاط اللي ذوبته ودرته في واحد البلاستيكه وزينت بهذا الشكل، وزينت باللوز ايفيلي من الفوق. تيكون صراحه تجي زوينه بزاف. نتمنى انكم تجربوها ونتمنى تجربوا هذه الوصفه ديال اليوم، غتنفعكم وغتهنيكم من تماره. اسمحوا لي هنا ما قدرتش انني باش نقطع معكم الكيكات كيفاش تيجيو من الداخل، ولكن تيقوني تيجيو ولا اروع. انا بحكم انني وجدتهم للضياف ديالي ما قدرتش انني نقطعهم، قلت حتى يجيو الضياف. ونتمنى تقبلوا عليا وتقبلوا على هذا الفيديو وتقبلوا عليا حيت شويه مريضه صراحه ومدوخه. نتمنى تعجبكم الفيديو ديال اليوم والوصفه ديال اليوم. صراحه الكيكات تيجي ولا اروع، بنانين بزاف ينفعوكم مع الضياف ديالكم، مع وليداتكم، مع عائلتكم. نتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم ونتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم. هنا توصل الفيديو ديالي للنهايه. وفي الاخير اشهد الله اني احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.